السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم بخير طيبين. أخيرا جبت لكم الوصفة اللي كنتم منتظرينها من سنة، وأنا آسفة جدا على التأخير. وهذه الوصفة هي ترايف المانجا اللي كنتوا شفتوها العام وطلبتوا مني، وأنا مرة اتأخرت عليكم، فاليوم جبت لكم هي. فنبدأ ونقول أول شيء نجهز كريمة الترايفل، وهي تتكون من كريمة خب 500 ملي، ونص علبة من حليب جاموس، وظرفين من كريمة دريم فيب، وبعدين علبة من قشطة مراعي. نخلطهم كده 5 دقايق، وبعدين نضيف عليه 12 حبة من جبنة كيري، ونخلط حتى يتجانس القوام ويصير شوية تقيل زي ما انتوا شايفين كده. جهزنا كريمة الترايفل، فنحطها على الجنب، ونجيب صينية التقديم وناخد كيكة سادة، أو تسووها في البيت أو تاخدوها جاهز زي ما تبغوا. أنا كنت سويت كيكة لبن في البيت وقطعتها مربعات وحطيتها في الصينية، وبعدين شربتهم حليب عصير زي ما انتوا شايفين، عصير مانجا. وبعدين حطينا قطع مانجا مقطعة مربعات، نغطي الكيكة زي الناس بالمانجا عشان يديكم طعم مانجا. وبعدين نحط عليها الكريمة، وبرضو نغطيهم المانجا والكيكة بالكريمة. طبعا ما نحط في الجوانب عشان من الجنب تبان الطبقات، فبس نغطيهم من فوق زي ما انتوا شايفين. فنسوي طبقة تانية، ونسوي طبقة ثالثة، وآخر شيء نخلي الكريمة على الوجه عشان نقدر نزينها. بس بعد ما نكمل الطبقات هذه، فندخل الكيكة هذه في الثلاجة لمدة 6 ساعات حتى تتجمد زي الناس. بعد مرور 6 ساعات طلعنا الصينية من الثلاجة، ونقطع شرايح من مانجا، 2 مانجا أو 3 حبات مانجا على حسب الصينية تكفيكم. نقطعهم كده شرايح صغيرة طويلة، يعني ما تكون مرة عريضة. نقطعهم، وبعدين نبدأ نسوي الوردة على وجه الكريم، وهكذا نكمل، وإن شاء الله تطلع معكم وردة جميلة. وبعدين تزينوا الحلا بعائلة البيريز، الفراولة وبلوبيري والتوت، وبعدين تحطوا عليها أوراق نعناع، وكده شكلها يصير رهيب جدا ويخش القلب ويسرسح طعمها ومنعشة يعني طعمها لا يوصف. إن شاء الله تسووا وتستمتعوا بالطعم، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة. مع السلامة.